السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا صباح الورد، يا صباح السعادة، يا صباح الفل على عيون أجمل متابعين في الدنيا. ربنا يبارك في أعماركم جميعا ويكبر خواطركم جميعا. جبر يتعجب له أهل الأرض وملائكة السماء عجبا، ولي بالمثل. اللهم آمين يا رب العالمين. وينصر إخواننا في السودان وفلسطين وفي جميع أنحاء الدول العربية. اللهم آمين يا رب العالمين. ينصر الإسلام ويعز المسلمين. طبعا النهارده جاي لكم بروتين خفيف. بصوا يا جماعه، انا بحب الحته تبقى منظمه كده، حتى لو انا مش قادره وحتى لو هنام متاخر، على قد ما بقدر انا بعمل، لان الصحه ما عادتش مساعده زي ما بيقولوا كده. والله النهارده قلت لما اعمل اوضه بنتي، انضف اوضه بنتي تنظيف عميق. بصراحه لان كنت عايزه اغير الملايات، كنا قاعدين معاها بالليل شويه كده. وقعدنا شويه في الاوضه، يعني قعدنا كلنا وما كنت غاسله كسوه الصالون ومدخله الكرسيين هنا، وكان الدولاب عايز يتظبط تعديلات بسيطه والبلكونه عايزه تتمسح. فقلت انا يدوبك عليا ان انا اطلع البطاطين واعمل الغدا بتاع الولاد. واطلع البطاطين زي ما حضراتكم شايفين كده، واشغل الغساله بحيث ان انا اخد الحاجات بتاعت اوضه بنتي. انا كده بقول لكم اهوت ان انا هنضف الاوضه، هزعفها، المروحه نظيفه. ما ركبتش ستاير لسه لان الجو حر يا جماعه. انا مش هرتب ستاير الا لما اروق المطبخ بتاعي تنظيف عميق بصراحه. يعني لما ننضفه كده، ننضفه مع بعض كده تنظيف عميق، انا هبدا ان انا اركب الستاير. طبعا جيت شلت الملايات ومسحت المكتب ومسحت المرايه ومسحت الازاز ورتبت الدولاب ومسحت الكراسي ونفضتها كويس جدا ولبستها الكسوه زي ما حضراتكم شايفين. ويعني خليت الحته فل، شايفين ما شاء الله. انا مسحت بايه يا رفيع؟ والله العظيم انا كنت جايبه علبه بناديل مبلله ومسحت الخشب بمنديلين مبللين ما شاء الله. خلوا الحاجه بتلمع. لو انت ما عندكيش شويه خل بساط، يعني قيمه معلقتين على صابون المواعين، والله العظيم معلقتين من المعلقه الكبيره، وشويه ميه دافيين وقماشه قط، وامسكي بقى. يعني ما اقولكيش طبعا. صندل بنتي والكوتش بتاع ابني اللي بيلعب بكوره والحاجات ديت كانت ماهيش نضيفه يا جماعه، فقلت اغسلهم كده خدهم دور. والمخده دي ابني كان بيشرب شويه شاي وقع عليها للاسف، بس انا غسلتها بسرعه يعني الحمد لله ونهضتها، والشمس كانت شديده فنشفت الحمد لله رب العالمين. نضفت الاوضه وخليتها زي الفل زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعه، لما يكون يعني الشغل في الشقه هاجم عليكم كده زي ما بيقولوا او كتير، فانت امسكي حاجه على قد ما تقدري، ما حدش بيجري ورانا والله العظيم. يعني انا في الروتين بتاع امبارح، انا اعزكم الله مسكت الكوتشيات بتاعت ولادي كلهم ولبس المدارس والشنط اللي مش نظيفه وكده وغسلتها، وقلت اهو يوم وعدى وعملت فيه حاجه. النهارده مسكت اوضه بنت اهوت، وطبعا كنت عند عيلتنا ووالدتي ادتني كانوا جايبين سمك من اللي هو كانوا نفسهم في السمك الصغير. فوالدتي قالت انت مش هتحضري معانا السمك الصغير ده، هم عامه مش باكلوه بس كان نفسهم فيه، والراجل جابه لهم. يا جماعه هم بيجيبوا السمك البوري او المكرونه السنجاري، يعني لهم اكلات معينه كده ما باكلوش اللي هي، بس والدتي كان نفسها في ده فجابته فادتني منه. جيت طبعا نضفته وعملت له التخديعه زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملت رز وسلطه واليوم خلص والسلام.